السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا امير ودي قناة البرمجة مع امير هتكون اسهل. والنهاردة هنشرح العمليات المنطقية في لغة بايثون بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. العمليات المنطقية هم 3: اند اور ونوت. اند لازم الشرطين يكونوا صح، اور يكفي شرط واحد يكون صح، نوت يعكس النتيجة، لو هي صح يخليها غلط ولو هي غلط يخليها صح. انا عارف ان انت مش فاهم حاجة، فعشان كده هنخش على مثال عملي على طول. الاول حاجه هنعمل مثلا متغير اسمه اكس، وهنساوي الاكس ديت ب5، وهنعمل متغير تاني اسمه واي، وهنساوي الواي ديت ب10. مثلا قلنا براند، ورحنا عاملين الاكواس وكتبنا اكس اكبر من الزيرو. يعني لو قلنا الاكس اكبر من الزيرو اند ان دي اند الواي اكبر من الزيرو، وعاملين رن. طلع لك ترو يعني صح على طول. يعني كده هي الاكس عوضناها هنا ب5، هي ال5 اكبر من الزيرو، ايوه اكبر من الزيرو، اند الواي اكبر من الزيرو، ايوه هي الواي اكبر من الزيرو، راح مطلع لك ترو. واحنا كنا مشغل في درس العمليات الحسابيه عرفنا ترو يعني ايه وفالس يعني ايه. فالس يعني دي غلط وترو يعني صح، تمام. واحنا لسه قايل لكم اند ديت لو صح، لو الشرطين صح يطلع لك ترو في اند. لو اور بقى يكفي شرط واحد بس يكون صح وهيطلع لك ترو برضه. لو نوت لو هيعكس بقى النتيجه، لو هي صح هيخليها غلط ولو هي غلط هيخليها صح. هنخش برضه على مساله الاور. هنعمل مساله مثلا، هنخش على نفس المساله، هنسيب اكس ب5 وواي ب10، وعملنا مثلا براند ورحنا عاملين الكواس، تمام، ورحنا عاملين اكس اكبر من الزيرو، اور هنسيب مسافه برضو هنا. بعد ما عملنا الاكس اكبر من الزيرو اور الواي اكبر من الزيرو، ورحنا عاملين رن، هيطلع لك اول واحده ترو والثانيه ترو. ليه؟ احنا قلنا لو شرط واحد صح يكفي على طول. يعني في اور لو شرط واحد بس هو اللي صح فهو المساله هتطلع لك صح مش هتطلع لك غلط، تمام كده طلع لك ترو. هنخش برضو مساله على نوت. هنعمل مثلا خلينا على نفس المتغيرات وهنعمل براند، هنطبع نفس الحاجه وهنعمل نوت ان او تي، تمام، وهنفتح الاكواس تاني بتاعت نوت وهنكتب بقى الاكس اكبر من الزيرو، نروح عاملين ايه رن. طلع لك فالس يعني غلط، معناها يعني صح. هي الاكس اكبر من الزيرو، ما انا قلت لك ايه نوت ديت بتعكس النتيجه، لو النتيجه صح بيعملها غلط ولو غلط بيعملها صح، تمام. هنخش بقى على ايه الفكره بقى التوضيحيه لكل اللي احنا شرحناه. لو انا مثلا راح اشتري حاجه اونلاين فلازم يكون عندك حاجتين، نت وفلوس. دي بنستخدم اند. يبقى اقول لك ايه لازم يكون عندك فلوس وعندك انترنت علشان تقدر تشتري الحاجه. طب انا مثلا لو انا عاوز ادخل مثلا معلومات عندي على موقع، يقول لك مثلا في مواقع بتطلب منك لما تيجي تشتري حاجه من موقع بيقول لك حساب بنكي او تقدر تدفع محفظه الكترونيه. فبتكتبها ازاي؟ لو عندك بطاقه بنكيه او محفظه الكترونيه تقدر تدفع بيها عادي، تمام. يعني مثلا هندي مثال كمان على نوت، لو مش عندك حساب مش هتعرف تشتري. دي امثله يعني اول مثال باستخدام اند لازم يكون عندك فلوس اند وانترنت يعني اند دي معناها وانترنت عشان تشتري. مثلا على اور لو عندك بطاقه بنكيه او محفظه اور الكترونيه تقدر تدفع. لو مش عندك حساب مش هتعرف نوت تشتري، تمام. بكده بقى نكون فهمنا العمليات المنطقيه في بايثون بطريقه سهله. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي في الكومنتات ايه اكتر عمليه لسه مش واضحه قدامك عشان اقدر اشرحها لك. لو اي حد عنده اي سؤال يقدر يكتبه لي في التعليقات دلوقتي وانا بشوف كل التعليقات. اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام.